تعالوا بينا النهاردة نشوف شوية رفايع للعروسة بالأسعار والعروض من عند كوكو أند إس. رفايع العروسة ما بتخلصش حرفيا، يعني كل ما أجيب وأقول أنا خلاص خلصت برجع ألاقي نفسي محتاجة حاجات كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي يا جماعة، وتعالوا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. ومشترياتي النهاردة بأسعار حلوة، والعروض كانت جميلة جدا عند كوكو أند إس. اول حاجه انا جبت شويه رفايع، وجبت شويه ازاز للنيش وكاسات، وزي ما انتم شفتوا كده في المقدمه بتاعه الفيديو. اول حاجه الاسبونشه دي لازم منها، ما ينفعش تستغني عنها في جهازك، حلوه قوي قوي. انا جايبه اتنين تاني برضو زيها كده، بس مش نفس الخامه. وجبت كمان التلاتة اللي بيكونوا مع بعض دول، وجبت كيسين من اكياس غطاء التلاجة. طبعا انتوا عارفين انا جايبه الغطيان بتاعت التلاجة، او غطيان العلب والاطباق، اللي هي بتبقى سيليكون دي. بس جبت الاكياس دي عشان بتنفع، زي يعني ممكن تستعمليها كغطا طبق او حله او نص بطيخه تحطيها في التلاجة. تغطي بقى اي حاجه مكشوفه. ممكن كمان لو انت عامله ماسكات على شعرك تحطيها زي بونيه. طيب عندي هنا طقم كاسات صغير كده صغنطوط ومحندق، 12 كاس، وسعره تحفة. تعالوا كده نفتحه ونشوفه مع بعض. كل مشترياتي النهاردة من كوكو أند إس. في عروض، أيوة عنده عروض كتير، بس أنا طبعا جبت الحاجة اللي ناقصاني، الحاجة اللي أنا ما جبتهاش في جهازها. لكن انتي لو هتبتدي بقى من الأول، هو بجد عنده حاجات كتير أوي. يعني أنا ممكن ألاقي حاجة فيها عرض بس أنا أصلا جايباها فمش هجيبها. طيب هنا كده ده شكل الكاس، عامل زي الطقطقه الصغنطوطه كده. انا جايباه بصراحه علشان انا هعمل لها في النيش رف من الكريستال، هيكون ساده كله شفاف بالشكل ده. فانا حبيت طبعا ان اجيبه. يعني انا لما لقيته عجبني، قلت هحطه على، يعني في الرف اللي هو بتاع الكريستالات. بصوا بقى الكاميرا ظلماه، لكن هو في الحقيقه عامل زي الكريستال كده، وعايزه اقول لكم عليه هجوم فظيع هناك. سعره يا بنات 40 جنيه، يعني حاجة كده حلوة، وفي نفس الوقت سعرها على قد الإيد. الإزاز بتاعها بجد كده صافي، والتصميم بتاع الكاس دايما كده بيديكي يعني إحساس إن هو يعني مش إزاز، هو كريستال. فحلو قوي قوي. من الصعب تلاقي حاجة الماتيريال بتاعتها والمية بتاعتها تكون صافية. طبعا زي ما قلت لكم كده انا جايباه للنيش، لكن انت ممكن تستعمليه في المطبخ. يتحط فيه تمر، يتحط فيه تمر يعني ايا كان بقى. في ناس كتير بتحب تعمل كده، يعني تفتح التمر وبتشيل النقايه، تحط حته زبده، يحطوا شوكولاتات حاجات. فطبعا ده هيبقى حلو قوي للتقديم، لتقديم التمور. حتى هو اصلا مرسوم عليه حلويات كده زي تمور، طبعا للفطار والكميات الصغيرة. زي ما قلت لك كده سعره 40 جنيه. وده الكيس بتاع غطاء التلاجة، غطاء العلب والاطباق. طبعا احنا بنحط الحاجة في التلاجة، لو في اي حاجة ملهاش غطا فانت بتفتحي الكيس وبتطلعي كيس منه بالشكل ده وبتفرديه. زي ما قلت لك انا جايبة السيليكون اللي هو اصلا استخدامه على طول، لكن ده استخدام مرة واحدة. بس انا جايباه علشان الشعر، يعني بونيه للشعر، لو انت عامله ماسكات ولا يعني او كريمات فبتحطيه. لكن انت ممكن تستغني عنه في جهازك، يعني ده مش ضروري. سعره 12 ونص الكيس. انا جبت كيسين، الكيسين ب25 جنيه. اهو زي ما انتم شايفين كده بتغطي اي حاجه انت عايزه تغطيها بيه. بس وانت بتفرديه الاول، ما تفرديهوش على طول كده بالعرض، لا شديه مطيه الاول كده علشان التطبيقه بتاعته تتفك، وبعد كده ابتدي ان انت افرديه. زي ما قلت لك هو مش ضروري، بس لو حابه تجيبيه هاتيه. في منه الاصل يا بنات وفي منه التقليد، يعني قبل ما تجيبيه افتحي واحده وجربيها، لو لقيتيه بيتقطع معاكي ما تجيبيهوش. ده كده دي الاسبونشه بتاعه المواعين. بصوا بقى انا لما اجي اشتري اسبونشه المواعين لازم تكون طريه. دي الظهر بتاعها اللي عند الحته الخضراء دي، تحس ان هو ناشف شويه تعرفي تمسكي منه، وفي نفس الوقت السفنجه نفسها
طريه جدا، فهتبقى لينه معاكي وانت بتغسلي المواعين وكده. تمام. هنا كده الطقم ده تلات اسبونشات ب12.5 برضو، اللي هي لوحدها دي ب12.5، ودول التلاتة ب12.5. وانت بتشتري الاسبونشات اللي هي بتكون تلاتات مع بعض، ما تجيبيش الجامدة، هاتي اللي هي بتكون السفنجة بتاعتها لينة كده وتكون طرية في ايدك، علشان ما تضايقكيش وانت بتغسلي بيها. طيب ايه الحاجة اللي موجودة معايا تاني بقى واللي ابهرتني بجد وفرحان ان انا جبتها؟ طقم الكاسات. ده طقم كاسات كريستالي كده، مش عارفة، تقريبا هو تركي، مش عارفة، بس انا هوريكم الماركة بتاعته على الكرتونة. هي ماركة معروفة وازازها حلو قوي قوي اهو. اهو زي ما انتم شايفين دي الماركة بتاعته. طبعا الكرتونة دي بيكون فيها 6 كاسات. عندهم من النوع ده او من الشركة دي حوالي 4 اشكال. زي يعني الشكل اللي انا هوريه لكم ده، يعني هما فيهم شبه من بعض بس فورمات مختلفة يعني، بس هو كلهم يعني رسمة القرطاس كده. وكل الكاسات اللي من الشركة دي تحسوا ان هي الكاسات اللي بتكون مع القارورة، بس دي سادة من غير ذهبي. شايفين كده الماتيريال بتاعت الازاز حلو قوي، تحس ان هو كريستالي قوي. المية بتاعته صافية جدا، حلو بجد يعني. فالسعر بتاعه يعني حلو، وفي نفس الوقت الخامة حلوة. سعره 485 جنيه. بجد جميل جدا، لو لقيتيه ما تتردديش وهاتيه. كمان انا جايبه طقم الخشاف برضو من عندهم. الطقم ده حلو قوي وسعره على قد الايد، بس حلو قوي يعني. عايزه اقول لكم وانا بشتريه كان اخر واحد في الفرع اللي انا اشتريت منه. طبعا انا كنت جايبه من فرع ابو الهنا، لكن انتي لو من اي محافظه تانية فكوكو بيتهيألي دلوقتي بقى في كل مكان، فممكن تلاقيه في الفروع التانية، وهم يعني قالوا هينزلوا منه. ده طقم الخشاف اللي انا جبته. بصوا بقى، انا جايبه لها طقم يعني من فتره اللي هو ليه رجول، بس ده لما شفته شدني لان هو عامل زي الكريستال بالظبط، بيخطف العين. وسعره يعني قليل وعلى قد الايد. سعر الطقم ده يا بنات هيبهركوا، يعني الماتيريال بتاعته عالية، وفي نفس الوقت خامة الإزاز تحفة، والنظر ليها يعني انت يحسسك ان هو كريستال، مش كوبي. بيكون ليه البولة الكبيرة بالشكل ده، وليه 6 بولات صغيرين. طبعا ليه قاعدة كده من تحت. فانا كده غيرت، لان انا كنت جايبه الطقم اللي عندي، جايبه لها الطقم اللي موجود عندها اللي هو برجول، لكن ده بقاعده كده من تحت. فحسيت فعلا ان انا غيرت، وفي نفس الوقت هيبقى شكله حلو قوي في النيش. انت ممكن تحطيه في النيش، ممكن تحطيه في المطبخ، بس انا هحطه بصراحه في النيش، لان انا هعمل رف زي ما قلت لكم كريستال. فهحط كده عندي طقمين خشاف هحطهم، لان النيش بتاعنا فيه خشبه في يعني في النص كده في قفله الخشب بتاعه البابين، فلازم تحطي في العين دي حاجه ويمين حاجه وشمال حاجه. لكن لما بيكون ازاز صافي كده في النص، فبتحطي حاجه واحده بس في نص الرف. لكن لما بيكون مقسوم اتنين، لازم تحطي الناحيه دي حاجه والناحيه دي حاجه. بصوا بقى الاطباق بتاعته حلوه قوي، الحجم بتاعها حلو، والازاز حلو بجد، والسعر اجمل واجمل. وسعره يا بنات 260 جنيه. هنحطهم تاني كده زي ما انتم شايفين كده، والعلبه بتاعته قيمه جدا. عايزه اقول لكم هو نازل اصلا يعني منه كده لقطه هيغلى، يعني خلي بالكم لما يبقى عليه اقبال كده هيغلى. كمان في كاسات نازله سعرها حلو قوي. الكوبي بتاع الار سي ار والكاسات بتاعه القاروره، نزل منها كاسات فرداني بيبقوا برضه في علبه زي دي تحفه. بصوا بقى الطبق من تحت او البوله الكبيره عامله ازاي، بجد حلوه قوي. وزي ما قلت لكم السعر 260 جنيه. ودي كانت مشتريات النهارده من كوكو اند اس. بس برضو معايا المعلقه دي. المعلقه دي خشب زان
حلوة قوي، تخينة، تحس ان كف المعلقة كده بيتحمل المعلقة بجد. يعني أنا حاولت ان انا امسكها كده اتنيها، لا ما شاء الله ولا قوة الا بالله، جميلة جدا. عندهم المعالق الخشب تحفة، وعندهم تشكيلة كبيرة جدا، وجنب كده يعني كبير جدا من المعالق والشيلات والمعالق الكبيرة و... وكل حاجة، كل حاجة تخص الطقم، أطقم التوزيع الخشب. سعر المعلقة دي 45 جنيه. وعايزة اقول لكم ان المعلقة العادية اللي هي اصلا شعبي سعرها بيكون 35 جنيه، دي ب45 جنيه وحلوة جدا جدا. دي الحاجة اللي انا جبتها النهاردة من كوكو اند اس. طبعا انا جايبه من فرع ابو الهنا اللي في شبرا الخيمه، عشان بس الناس اللي هتسالني. لكن كوكو دلوقتي بقى فاتح في كل حته، في كل حته. شوفي انت منين خشي اعملي سيرج كده، شوفي اقرب فرع ليكي ايه، هتلاقي فروع ليكي قريبه كتير. يعني مش لازم تروحي يعني حته معينه. يبقى النهارده جبنا طقم الخشاف اللي قلنا عليه ب 260 جنيه. المعلقه الخشب الزان ب 45 جنيه. الاسبونشة ب 12 ونص، والتلاتة مع بعض ب 12 ونص. والاكياس بتاعة البونيه دي ب 12 ونص برضو، جبنا اتنين ب 25. والكاسات الصغيرة دي اللي هي زينة للنيش او لتقديم الشوكولاتات والتمور ب 40 جنيه، 6 كاسات. وطقم الكاسات الكبير الكريستال ده كان ب 485 جنيه. هتحطيه في النيش يعني انت ممكن تحطيه في المطبخ هيبقى حلو جدا جدا. لكن في حاجات ما ينفعش تحطيها في النيش، لا ده ينفع تحطيه في النيش وهيشرفك، ولونه هيضوي كده وهيبقى كريستالي وجميل جدا. ومحدش يعني ياخد باله ان هو سعره ممكن يكون مش مكمل 500 جنيه، او سعره 500 جنيه. زي ما قلت لك سعره 485 جنيه. يا رب الفيديو النهارده يعجبكم. طبعا في عروض كتيره في كوكو اند اس، يعني في التليفونات وفي الازاز الادوات المنزليه وفي الاجهزه وفي المفارش وفي كل حاجه. بس الحاجه اللي انا جبتها حتى لو عليها عرض انا مش هجيبها، يعني انا بجيب الناقص والحاجه اللي ناقصه في جهازها. لكن لو في حاجه انا جبتها